السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة رقم 5 من كورس البايوتكنولوجي ميثودز، مقدمه أحمد جمال. المحاضرة النهاردة احنا بنتكلم عن الاسترن بلوتينج. هي واحدة من تقنيات البلوتينج المعتمدة طبعا على السلوت بلوت أو على انتقال الجزيئات من خلال الالكتروفريزز إلى النيتروسيلولوز بيبر. احنا هنا بنتكلم عن تقنية الاسترن بلوتينج، وهي يمكن ملهاش مراجع كتير أو ملهاش مصادر كتير، واحيانا بتسمى الليكتين بلوتينج، ودوت علشان احنا بنستخدم فيها الليكتين. وهنا احنا بنقيس او احنا بنكشف عن البوست ترانسليشن موديفيكيشنز الخاصة بالبروتينز، زي الجلايكوسيليشن، الفوسفوريليشن، زي الميثايليشن. كل دي من تقنيات، كل دي من الترانسليشن موديفيكيشنز اللي بتحصل بعد الترانسليشن بتاع البروتين. دي كلها كيميكال جروب زي الشوجرز، زي الفوسفات، زي الميثايل، بتكون بتضاف على البروتين بعد ما بيحصل له ترانسليشن علشان تأدي وظيفة معينة. زي مثلا في الريسبتورز بتضاف في الريسبتورز الخاصة بالخلايا البشرية أو الخلايا الحيوانية بتضاف بعض مجموعات الفوسفور علشان تحصل فوسفوريليشن للريسبتور، يتفاعل الريسبتور أو يحصل له inactivation من خلال مجموعة الفوسفات. وكذلك من خلال الشوجرز أو خلال الميثايل جروب بيكون في بعض الوظائف الهامة المتعلقة بالمجاميع ديت الخاصة بالبروتين. المصطلح نفسه تم إطلاقه سنة 1982، أو يعني تم اقتراح المصطلح سنة 1982 عن طريق اتنين جروب، رينهارت جروب ومالامود جروب، وديت كانوا أطلقوها على النيتيف بلوت أو النيتيف جيل بلوت لاكتشاف البوست ترانسليشن موديفيكيشن. ولكن بعد كده في 1990 و 1986، بعد كده 1990 في التسعينات تم اعتماد المصطلح أو تم إطلاق المصطلح على التقنية دي بحد ذاتها. طبعا في أنواع كتيرة للبوست ترانسليشن موديفيكيشن، ولكن احنا بنذكر أهمها هي الأسيتايليشن، الليبيديشن، الفوسفوريليشن، الميثايليشن، الجلايكوسيليشن والليبيديشن، زي ما احنا قلنا قبل كده. كل واحدة فيهم بيكون ليها وظيفة، أو بيكون ليها مسار معين، أو بيكون ليها أهمية في البروتين، سواء في المكان اللي هيحصل فيه الترانسليشن أو سواء في المكان اللي هيروح له البروتين في الآخر. أحيانا كمان بيتضاف على البروتين في مجاميع تاجنج كده بتكون عليه، بتكون سيجنالينج بالتايت، هي اللي بتوجه البروتين اصلا للمكان اللي هيحصل فيه التفاعل بتاعه او النشاط بتاعه. فبالتالي احنا هنا بنتكلم عن مثلا مجموعة الفوسفوريليشن، زي ما احنا قلنا قبل كده ان هي مسؤولة اصلا عن البروتين دوت هيكون شغال او مش شغال، او امتى يشتغل او امتى مش يشتغلش لما يحصل له تفاعل مع مجموعة الفوسفور. فبالتالي بتكون اغلب البروتينات ديت مثلا موجودة في الغلاف بتاع الخلية أو في السيل ممبرين علشان يحصل سيجنال ترانسدكشن، أو حتى في السيجنالينج باثواي بتكون البروتينز دي كمان موجودة في السيجنالينج عشان سيجنالينج ترانسدكشن. حاجة مثلا زي الاسيتايليشن والميثايليشن بيكونوا مسؤولين طبعا عن أو بيحصل لهم effective قوي في البروتين بايندينج، وبرضه في برضه نقدر نقول عليها سوشيال، السوشياليتي بتاعت السيل. البروتين لما بيتفاعل مع بروتين تاني سيجنال ترانسدكشن برضه، ولما احيانا كتير لما بيتفاعل مع الجينز نفسها في الجين اكسبريشن، هل بيحصل له اوفر اكسبريس مثلا الجين دوت، هل هو هيتفاعل اصلا مع الدي ان ايه او لا. عندنا حاجات زي كده كتير، او عندنا امثله زي كده كتير. في الجلايكوسيليشن لما بتضاف مجموعة الشوجر والجلوكوز، أحيانا كتير بيكون موجود في بعض التوكسينز بيكون موجود جواها أصلا مجموعة الشوجر أو الجلوكوز، واحنا بنتعرف من خلال عليهم من خلال المجموعة ديت. زي مثلا احنا عندنا في الفيروس كورونا في الكوفيد
عندنا في مجاميع شوجرز كتير، وداتا اصلا بتسهل دخول الخلية للبروتين، او بتسهل الانفيجن بتاع البروتين انتراكشن بتاع بروتين الاي سي 2. المستقبل طبعا اللي بيرتبط مع البروتين السبايك بروتين بتاع الفيروس علشان يدخل الخلية، فبتسهل مجاميع الجلايكوزايليشن ديت الدخول الخاص بالخلية من البروتين ده. وبرضه بتكون effective جدا في البروتين فولدنج زي ما احنا ما شايفين. طبعا في السيل سيل كوميونيكيشن، في الاميون ريسبونس بتعلي لي جدا من الاميون ريسبونس، عشان كده نشوف ان خاصة فيروس كورونا الفاكسينز بتاعته المعتمدة على البيبتايد بتكون الريسبونس بتاعها عالي جدا، سواء الفيرست ريسبونس او السكندري ريسبونس. في بعض الفيديشن مثلا بتكون موظفتها بشكل اساسي جدا في السيجنال ترانسدكشن برضو زي ما احنا ما قلنا، وفي اللوكاليزيشن بتاع البروتين، في توجيه البروتين نفسه لللوكيشن اللي هو هيشتغل فيه او خلافه. بعد كده هنيجي بقى للميثود نفسها بتاعت الايسترن بلوتنج. طبعا احنا عملنا اول حاجه بروتين اكستراكشن، عملنا له خلاص البيوريفيكيشن، بعد كده عملنا له الايمو بيلايزيشن، وديت بتقتضي ان احنا نعمل له اول حاجه خالص السورتنج، او نعمل له طبعا ترانسفير الاول حاجه على الجيل الكتروفريزز علشان او نعمل له سيبريشن الاول على الجيل الكتروفريزز، بعد كده بنبتدي ان احنا ننقله على النيتروسيلولز ممبرين بتاعنا زي اي عمليه من تقنيات السلوت بلوت المعتمدة على الجيل الكتروفريز. ولكن الفكرة كلها في المرحلة الثالثة، وهي البروبينج أو الديتكشن نفسها. وهنا احنا مش بنستخدم انتي بودي أو بروب عادي، احنا بنستخدم كيميكال انتنة أو اسمها الليكتين. الليكتين دوت بيكون عبارة عن بروتين وظيفته كلها ان هو يلقط أو هو بروتين بايندينج كربوهيدرات. وظيفته كلها ان هو بيلقط او بيعرف ان هو بيقدر ان هو يتعرف على الكيميكال جروب الخاصة بالكربوهيدرات. علشان كده احنا قلنا ان من ضمن مسميات الاسترن بلوتنج الليكتين بلوتنج، لان الليكتين دوت بروتين بايندينج بيقدر ان هو يبايند مع الكربوهيدرات بشكل كبير جدا او بشكل اساسي. بعد كده بستخدم السكندري انتي بودي او البرايمري انتي بودي بقى عليه علشان التارجت الليكتين، وابتدي بعد كده ان انا استخدم السكندري انتي بودي علشان يقدر ان هو يعمل لي الفلورسنت داي، او علشان ان هو يعزز الفلورسنت داي. طبعا قبل حتى ما انا استخدم الليكتين لازم يكون عامل بلوكينج على البروتين نيترو سيلولوز ميمبرين بنون سبيسيفيك انتي بودي، علشان يمسك في نون سبيسيفيك انتي بودي علشان يغطي كل النيتروسيلولوز ويسيب لي بس الاماكن الخاصه بالبروتين، علشان اعظم او اكبر من درجه الاضاءه، او احسن من شده الاضاءه موجوده عندي. من ضمن الابليكيشنز المهمه في الايسترن بلوتنج ان هو بيتعرف ان احنا بعد ما نتعرف خلاص على البوست ترانسليشن موديفيكيشن، احنا بنلقط كمان الجلايكوبروتينز الموجوده عندي، هل هي ايه انواعها، وايه هي وهل هي اصلا بايو ماركرز او بكتيريال توكسينز ولا لا، ايه هي اصلا بوست ترانسليشن موديفيكيشنز الموجوده عندي في البروتينز الموجوده عندي في العينه. لان انواع كتير من الديزيز بتكون موجود جواها نوع معين من البوست ترانسليشن موديفيكيشن داخل بروتينز معينه جواها. بكتيريال توكسينز كتير بيكون موجود جواها زي ما احنا ما قلنا، كربوهيدرات او فوسفوريليشنز او خلافه بيكون موجوده برضو داخل البكتيريال توكسينز ديت، بنقدر ان احنا نتعرف عليها من خلالها. كده انتهت المحاضرة، أشوفكم المحاضرة اللي جاية بإذن الله.